السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة راجعه لكم مشكلة. آم، سيدة متزوجة كتبت لي على الفيسبوك على الخاص: انا متجوزة بقالي كام سنة، وجوزي حاسة ان هو بينفر مني او بيبعد عني. حاسة ان هو ما بقاش منجذب ليا، ما بقاش عايز يعمل معايا علاقة حميمة، ما بقاش شايفني، ما بقاش مهتم بيا. آه، علشان انا آم، عندي مشكله. بحس بالحر، يعني هي تقريبا عندها مشكله في الغده، او مش فاكره بامانه المشكله كانت عندها في ايه. بس هي يعني ايه، عندها مشكله. فكل يوم او طول الوقت بتبقى قاعده بالملابس الداخليه، يعني قطعتين بس ملابس داخليه، وهي مش عارفه تعمل ايه، مش عارفه تتصرف مع جوزها ازاي. عايزه جوزها يرجع لها تاني، يرجع لحضنها، يمارس معاها علاقه حميمه، يعملها كويس ويهتم بيها. بتقولي انا حاسه ان جوزي مش شايفني، حاسه ان جوزي مش مهتم بيا، مش بيعمل معايا علاقه خاصه. انا مش عارفه اتصرف ازاي. طيب انا بالامانه مش هقدر اذكر اسم اللي بعت المشكله، بس ان شاء الله باذن الله هنشوف لها حل. طب خلونا نتكلم او نعرف ايه سبب ان الزوج بيعمل كده. بصي يا حبيبتي، انت كسيده متزوجه، جوزك اعتاد ان هو يشوفك مثلا بالملابس الداخليه، او مثلا اعتاد ان هو يشوفك بقطعتين، فهو كده ممكن يكون فقد الشغف، ما بقاش. او ممكن يكون مثلا ايه، انتوا متجوزين بقالكم كام سنه، ممكن يكون جوزك عنده فتور من العلاقه، زهق مثلا، محتاج تغيير، محتاج تجديد. الراجل بطبعه يا جماعه كائن بصري، يعني الراجل كائن بصري. يعني اول ما يدخل من الباب كده بيبص بيشوفك بعينيه. هو اتعود ان هو كل يوم يشوفك بقطعتين، هو ممكن يكون زهق. بصي انت حرانه، تقدري مثلا ما فيش امكانيه ان انت تجيبي تكييف، تقدري تشغلي المروحه جنبك، يعني المكان مثلا قاعده في السفره بتاكلوا وتشغلي مروحه جنبك، قاعده في اي مكان في الصالون في اوضه النوم تشغلي مروحه جنبك. بس انت لازم تغيري من نفسك. جوزك زهق، يعني سوري ان انا بقول زهق منك، بس هو زهق. يعني حفظ شكلك بالشكل ده. حاولي بقى، انا هقول لك ايه على شويه نصائح تعمليها. تهتمي ان انت تاخدي شاور مره، او مره على الاقل قبل ما يجي من الشغل تاخدي شاور. تغيري الملابس اللي انت لابساها، تركني بقى الطقم القطعتين ده اللي انت بتلبسيه دايما. تغيري، تشتري بقى كاشات مايوهات قطن. حاولي بقى ان انت يعني تقربي من الاقطان، من الحاجات القطن، علشان تحلي مشكله الحر. هي كاتبه لي يا حبيبتي بتقولي انا حرانه جدا، مش بقدر البس ملابس، يعني هو بيشوفني دايما بالقطعتين. حاولي بقى تشتري ملابس قطن، كشات مائهات قطن، في دريسات او فساتين بتبقى قصيره كده وقطن. ممكن تلبسي قطعه واحده، يعني كاش مايو من غير القطعتين او من غير الهدوم الداخليه اللي تحت. تقدري تلبسي مثلا كاش مايو بس من غير الهدوم الداخليه، او ممكن تقدري مثلا تلبسي سوفت برا، يعني مش برا البوش المبطنه. تقدري تلبسي سوفت برا مثلا، وتلبسي مثلا من غير بانتي او اندر وير. طبعا ده جوزك حلالك يعني. وتلبسي مثلا كاش مايو او دريس او فستان، او ممكن تقدري مثلا تلبسي اي حاجه فضفاضه، يعني اي حاجه فضفاضه تكون قطن. مره تلبسي كاش مايو، مره تلبسي فستان، مره تلبسي قطعتين. في بيبودولات وفي اشكال كتير. في مثلا بيجامات قطعتين، مثلا هوت شورت كده بيبقى قصير وعليه مثلا حاجه قط او حاجه حمالات. كل دول بيبقوا قطان، هتقدري تلبسيهم وتتحمليهم من غير ما تتحسسي، من غير ما تتحري. الف سلامه عليكي. ان شاء الله باذن الله ربنا يشفيكي ويعافيكي يا حبيبتي. اتمنى لك حياه سعيده موفقه من كل قلبي يا رب. ربنا يصلح حالي وحالك وحال بيوت المسلمين اجمعين، اللهم امين. كمان بقى من ضمن النصايح تغيري لون شعرك، علشان هو ممكن يكون عنده فتور او زهق او ملل، يعني من شكلك، عايزك تغيري من شكلك. تغيري لون شعرك، تغيري تسريحه شعرك. النهارده مثلا عامله ميك اب، بكره مش عامله ميك اب، تحطي مثلا مكياج خفيف، يعني مثلا كحل مثلا، ماسكارا، تنت، روج في شفايفك، حاجات كده بسيطه. كل ما كان الشكل بسيط كل ما كان شكلك بقى احسن. كمان تقدري تعملي ايه، تقدري مثلا ترشي برفان، تدهني جسمك بادي لوشن، يرطب جسمك ويرطب عليكي كده، يحسسك بالانتعاش مش الحر.
طبعا مش هوصيكي بقى تعملي ازاله شعر باستمرار. ريحه شعرك تهتمي بيها بعد ما تغسلي شعرك، تهويه كده علشان ما يطلعش ريحه ويكمكم. تقدري تبخري شعرك بمبخره الشعر. في الكويت وفي دول الخليج بيبخروا شعرهم، لكن احنا هنا المصريين للاسف بنحرقوا شعرنا وبخرناه من بعيد لبعيد كده. تبخري شعرك بمبخره. تحطي برفان. تغيري في ديكورات البيت، مثلا تغيري في اوضه النوم، تحطي شمعتين، وردتين، تحطي ملايه سرير حلوه. ملايه السرير او مفرش السرير يبقى شكله حلو، نظيف، مرتب، ريحته حلوه، مش مكرمش، مش كله بقع، مش مبقع، مش متسخ. كل النقط الصغيره دي بتفرق مع الراجل جدا. لازم يشوف منك شكلك جديد طول الوقت، يعني بتجددي في نفسك، ريحتك حلوه طول الوقت. كمان ولاد ونضاف. مثلا تغيري في شكل تحضير السفره، تحطي شمعتين، تغيري طريقه التقديم. مثلا النهارده مقدمه الاكل في طبق ابيض، بكره اقدم الاكل في طبق احمر. مش عيب ابدا ان انت تبداي وتبادري وتدلعي جوزك وتطلبي منه ان هو يمارس معاكي علاقه حميمه. الزوج بيزهق، مش كل مره عايز هو اللي يطلب. في ازواج كتير بتزهق، بتبقى عايزه زوجته هي اللي تطلب. الراجل بني ادم زيه زيك، زي ما انت بتحبي تحسي ان انت هو مرغب فيكي وعايز يعمل معاكي علاقه، هو كمان عايز يحس الاحساس ده، عايز يحس ان انت عاوزاه، ان انت عايزه تعملي معاه علاقه حميمه. وده مش عيب ابدا. في نطاق الحلال انتوا زوجين في حلال ربنا. يا رب تكون فرقت معاكي نصايحي وقدرت احللك مشكلك. بحبك جدا في الله. بكده يكون خلصت حلقتنا النهارده وخلص الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بالقليل. مستنيه طبعا راي الناس اللي بتسمع المشكله وبتشوفها في التعليقات، ولو عندكم اي راي تاني اكتبوا لي في التعليقات، طبعا على عيني وعلى راسي. اشوفكم فيديوهات تانيه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.